السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا بقى النهارده يوم الجو صعب 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 بقى، تمام؟ فقلنا ايه نعمل محشي الراعي الشتوي بقى. هنعمل محشي النهارده، وكان عندي سبانخ نسيتها في الثلاجة، طلعتها قلت انضفها كده وايه واخرطها واروح حطها في كيس في الفريزر، ابقى اطلعها في نص الاسبوع كده نعملها. بس والله نسيتها خالص في الثلاجة، تمام؟ قلت انضفها وايه بقى، خساره. شايفين الدنيا عامله ازاي، خساره نرمي فيها، وهي برضه يوم تمشي يوم في وسط الاسبوع كده. عيالي بيحبوها بلحمه، بس ايه بقى، نحط لهم رجول فراخ، بيقولوا فيها فايده تشد الاعصاب، كلها عظم اقسم بالله. ضحكوا على الناس وعمالين مش عارف. قول الحمد لله الحمد لله. مش معنى كده ان انا ما باكلهاش، لا انا باكلها. لما بفتح الفراخ بحطها وباكلها، انما مش هطلع اقول للناس كلوا رجول فراخ يعني. ربنا يرحمنا يا رب برحمته، حجها الحبيب يا رب. تمام. هنسلق بقى الكرنب بتاع، هنضف الاول الخضره اللي معايا دي برضو واظبط الدنيا كده. اهو هغسل في الخضره برضو، تمام؟ دي خضره المحشي برضو هاخد منها بالسبيل، نضفتها ما شاء الله. هسيبها تشرب ميتها هنا كده، واسلق بقى الكرومبه بتاعتي على ما هما ايه صفوا ميتها. تمام. عامله الطبق ده كده ميه عشان خاطر ورق الكرومبه. الكرومبه دي جايه من الارض، ايه، من جنب البيت هنا من عندنا، تمام؟ حطيت لها الطينه ايه عليها لسه كده. هحاول اقلب الورق شويه عشان تدخل معايا في الحله. انا خايفه من السكين. خلاص هحط بقى اسلق الكرنبه في الميه كده. مش جايه؟ لا جايه. قلبتها كده. نحط كده الورق في الطبق، ويكون الطبق معبينه ميه عشان خاطر ايه بقى، نوقف عمليه التسويه ونغسل في نفس الوقت الورقه بتاعتنا كده، بالرغم ان الورقه نظيفه وحلوه اهي، بس برضه ماشي في ميه ساقعه كده من الحنفيه. كده كده الميه اليومين دول متلجه مرصصه، توقف معاكي عمليه التسويه، يبقى الورقه مش معاكي ميعه كده. شايفين بقى الورق اهو ما شاء الله، تمام؟ اعمل بقى ايه، ابدا بقى ايه اطلع الورق كده اصفيه من الميه وابدا اقطعه، تمام كده. ايه خلاص اهو خرطت قطعت الورق، قطعت الورق بتاع الكرنب. هقوم بقى ايه هقطع السبانخ قوي والخضره، واجهز بقى ايه الصلصه بتاعتي، نشوف هنعمل ايه. هبدا بقى قطعت السبانخ كده هلمها، وسلقنا لمينا الورق اهو، وغسلت الحله كمان بتاعت السلقيه، ومش عاجبه غسيلي مش عاجب ندى في المواعين. قولوا والنبي يا جماعه اعمل ايه يعني، مش كتر خيرك يا ماما، لا تقولي مش غسلتها كويس يا ماما، وريني الكويس بتاعك يا حبيبتي. اقطع الخضره السبانخ كده والمها في كيس، وابقى اعملها في نص الاسبوع كده، لاني نسيتها والله يعني، انا مستخسراها خالص، مش عارفه نسيتها ازاي، فلتت مني ازاي ما اعرفش. على العموم سهل، ام ندى ما ترميش حاجه. كده بقى خرطنا الخضره بتاعتنا، جهزنا كده. شفتوا بقى ما شاء الله يعني انجزنا والله. سلقنا الكرنب وعملنا السبانخ وقطعنا الورق، وندى فرست فيا عادي يعني، والموضوع ماشي اهو. حطوا لنا بقى اللايكات والاشتراكات والكومنتات كده، يلا
بقى العروق بتاعه الكروم ماشي، اللي انا بحبها ما شاء الله. وايه يعني كان في ورق كده متقطع يعني كده، وعندي مخلل فزوده كده عليه مش نرمي حاجه. وبعدين والله بيبقى طعمه حلو قوي ماشي، حاجه كده طعمها ايه حلوه. حتى في البرطمان في مخلل خيار اهو والله ماشي. حط بس ايه معلقه ملح كده عشان مش في مكان. لا هحطهم متقلقيش. وبعدين لو مش حطيتهم ندى هتاكلهم، انا عارفه. انا عارفه فظيعه فظيعه. وانا عارفه كده ان شاء الله البرطمان ده الصبح هيكون متاكل. انا عارفه ماشي، لانه ما شاء الله هو كده كده بيتخلل بسرعه، وهي بتحب مخلل الورق اللي هو بتاع الكرنب ده. شايفين بقى كده، ده مش بتاع المخلل، لا دي كانت جبنه، شرشة الجبنه البيضه. تمام، كنت فاتحه دلوقتي العلبه ونزلت وانا بفتح اليوف لقيتها. تمام، معلش بقى فلتت كده، بس برضه بالطعم والله. انا كنت قبل كده عامله مخلل فلفل بالجبنه اللي هي بتاعه العلب دي، كان طعمها تحفه. تمام كده. بصوا بقى عملنا ايه رايكم؟ بالله عليكم استنوا الايد مش لايكات شويه مخلل لوز يا جماعه، لوز يا جماعه، لوز. انا مش بخوفكم ده، لا ده انا بهز البرطمان عشان ينزل الورق والملح. تمام، مخلل خياره اهو. وايه بقى من اول خياره لاخر خياره كنا عاملينه قبل كده مع بعض. شايفين فلفل، في فلفل اهو. حطيه خلاص. حطيته انا. من ما حدش اللايك، انا شايفه حد كده ما حدش لايك عمال يشاهدنا كده ومش يحط لنا لايكات. اعمل المحشي ني في ني. تمام، غسلت الرز وقطعت البصل وحطيت التوابل والطماطم اهي على النار. هاتها يا يوسف كده. الطماطم اهي على النار حطيتها تعمل، والفراخ برضو على النار اهي. فيلا بقى بينا. بصوا بقى، همسك البصل كده بالتوابل اهو. بعد كده بقى اروح مقلباه في الرز، واجيب الصلصه بتاعتنا والزيت. لو في زيت عندك في الطاسه خساره اهو، برده المحشي بيحب الزيت، هاتيه فضيه كده اهو على الرز بتاع المحشي. طبعا انا كنت مفضياهم فمش هجيب بقى الزيت ده الازازه. بقى الصلصه هقلبها بقى في الرز. الصلصه سخنه طبعا، بس عايز كده بقى قلبت كله في بعضه كده، وحطينا الخضره وزيتنا وملحنا وظبطنا الدنيا. محشي ني في ني، هتاكلوا احلى محشي. يلا بقى نقعد نحشي كده. احلى محشي بقى محشي الشتاء، وخصوصا الكرنب في الشهر اللي هو بتاع 11 و12 و1 ده، حاجه كده ما شاء الله يعني. تمام، والاحلى واحلى لما تعمليه ني. انا طبعا عندي القولون تعبان، يا رب تشفينا كده وتشفي كل مريض يا رب. فعملته النهارده ني في ني. ما هم مش ياكلوا محشي وانا اتفرج عليهم وبعدين انا بحترم المحشي شويه زي اي ست مصريه. كل المصريين بيعزوا المحشي وبيدوا له كده احترامه كده. تمام، حطلنا لايك، حطلنا لايك كده، وارفعوا لنا كده الفيديوهات بتاعتنا كده واعملوا اشتراك واعملوا كل حاجه يعني. تمام، كان نفسي اقطع فراخ تحت كده واحشي عليها بس نسيت بقى. يلا مش عارفه موضوع النسيان ده سلقت ولعت على الفراخ كده. بقى دخلنا على تسوية المحشي. هنسوي المحشي معانا وهنبدأ بقى نعمل ندهن الفراخ بتاعتنا وندخلها الفرن. تمام، هتطلع معانا زي الفل وهتبقى لونها تحفة دلوقتي ما شاء الله يعني، هتبقى حاجة جميلة. هندخلها الفرن ومحشينا يستوي ونحط بقى وناكل ونتدفى في الجو اللي هو ما نعرفش احنا بقينا فين يعني. بقينا الجو بتاع الدول اللي بره ده، الجو ساقع خالص وتلج
يمكن بقينا في روسيا ولا حاجة. فما شاء الله يعني ايه بقى، هدخلها الفرن وهتطلع شوية فراخ واجيب شوية شوربة كده بقى ونشرب وتبقى لوز اللوز. عايز اسألكوا سؤال كده، مين معاش الجو ده اللي هو يجيب بقى ايه الرقبة والراس والرجلين بس شوية انا شوربة؟ اكلته. الندى كلت الرجلين تقعد عمرو اديب، واخدين بالكم؟ ماما ثواني، هو انت مستنيين اغسل البوتاجاز؟ امال والله ما انا غسلاه، والله ما انا غسلاه يا ندى. اقعدي والله ما انا غسلاه. انا قايله البوتاجاز عليكي، احشي واسلق كرنب وانضف فراخ واعمل ده واعمل ده، وكمان انا هغسل البوتاجاز؟ والله ما انا غسلاه. بس انا روقت البيت. تعالي على ما المحشي يستوي. وهي يعني روقت البيت؟ انا حشيت المحشي، سلقته وعملت ايه يعني. بكره يغلوا رقبه الفراخ بكره كيلو ب55 جنيه. والله يعني تاخدي حته كده دبوسه وتحمدي ربنا عليها. دبوس، انا عايزه اوريك. وبكده بقى يبقى المحشي بتاعنا استوى معانا، وشوية محشي لوز اللوز حاجة كده حكاية. والفراخ كمان طلعت من الفرن، شايفين لونها عامل ازاي. الله 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 عليك يا ام ندى. شوية محشي في الشتا ده يدفوا، تاكلي كده حبة محشي وكوباية شاي. الله. وتقولي هس هس خالص كده، مش عايزة حد يتكلم معاه. حبة محشي بقى ما شاء الله، يعني كان عجب العجاب عليهم. البصلة اللي اتعملت ني في ني مع في المحشي كان مخليه طعم المحشي تحفة وجميل والله. وحطيت بقى ايه، فضيت كده على الصينية بقى والفراخ، وكان البساط احمدي وكل من ليه نصيب في لقمة اكلها. وكان عدد كتير وما شاء الله يعني ايه. لا، قطعنا كده يعني نتفنا كده الفراخ دي كده على حبة المحشي، والله العظيم كانت زي الفل، واكلة كانت حلوة. واللي كان ليه نصيب في لقمة اكلها والحمد لله. وربنا يا رب يجعلنا راضيين ايه، مرضيين، وكل اللي حوالينا راضي يا رب، اللهم امين. اللقمة كانت زي العسل وكانت بسيطة وكان العدد كتير عليها، بس الحمد لله. بصلة المحبة خروف زي ما المثل بيقول. اهم حاجة بقى حطولي اللايك والاشتراك والكومنت وفعلوا الجرس يوصل لي كل فيديو.